يا صباح الخير. النهارده تاني هنتكلم عن شريف مدكور. شريف مدكور امبارح حلقة برنامجه 4 شارع شريف على قناة الحياة، تاريخ الأربع 7 ماي 7 مايو 2025. وأنا متعمد أقول التاريخ علشان لو في حد من السادة المهتمين بالموضوع والمسؤولين كان عنده ضمير وحب يراجع. جايب مدرسة من مدارس أطفال جمال بيغنوا ومعاهم فرقة موسيقية والموضوع جميل والحلقة أوكي مفيش مشكلة. وبعدين عمل حاجتين مش المفروض إنهم يحصلوا. حاجة أولانية مش المفروض تحصل، حاجة التانية كارثة المفروض يتحاكم عليها. حاجة الأولانية إنه هو في وسط الولاد مين الأول أنا ان انت تقعد تطلع الولاد مين الاول ومين مش مين الاول، مين الشاطر في ايه. فواحده تقول له شاطره انا عايز الشاطر في 5 مواد، واحده تقول له شاطره في ايه، فتقول له مادتين، ولا لا انا عايز ال5 مواد. يا جماعه دوت مقبول يحصل في كلاس، مقبول يحصل في فصل، مقبول يحصل في مدرسه، لكن غير مقبول ان يحصل في برنامج قدام الناس وقدام اصحابهم وطلع بنت تكسفها والباقي يتكسف. يعني دوت تربويا غير مقبول تماما، ولكن لانه جاهل وعايز يعمل اي شو والشو متعمد فبيعمل اي حاجه. الحاجه التانية راح مطلع بقى الولاد لوحدهم ويلا العبوا رياضه، العبوا ضغط. مش فاهم ايه علاقه البرنامج وولاد جايين يغنوا بانه يطلع الولاد بس، يسيب البنات ال5 6 ولاد اللي موجودين ويطلعهم يقول لهم العبوا رياضه والعبوا تمرين الضغط ده، ويلا يلا يلا طب يلا خلاص خشوا بقى كل واحد في مكانه. وراح مطلع ولد واحد، تعال انت. الولد ما شاء الله عنده حوالي 8 سنين، شعره ناعم وطويل لحد كتفه، يعني طويل ملفت لحد كتفه. الله شعرك حلو، شعرك جميل، اسمك ايه؟ اسمي كذا. طب انت جميل، انا لو شعري كده كنت هطول شعري زيك كده، بس انت في حد لما بتشوف حد في حد بيتريق عليك. كارثه بقى. قال له قال له في حد بيتريق عليك؟ اصل انا اقول اصل انا بيتريقوا عليا، انت في حد بيتريق عليك؟ قال له قال له بيقول لك ايه؟ شوفوا الكلام طبعا كان متفق عليه، وواضح ان الحوار دوت داير بينهم قبل او عارف ان هو اللي هيسال الولد، واضح جدا يعني. قال له بيقولوا لي زي البنت. قال له بتعمل ايه لما بيقولوا لك كده؟ قال له بسيبهم وامشي. قال له برافو عليك، صدقك بقوه. مفيش حد من حقه، اصل انا الناس بتتريق عليا زي كده بالظبط، مفيش حد من حقه انه يقول لك تلبس ايه او تظهر ازاي او منظرك ازاي او شكلك ازاي، وكل واحد حر ادام انت موافق وفي السن دوت، ادام والدك ووالدتك موافقين خليك قوي. مفيش اي حد من حقه يقول لك تلبس ايه ولا تعمل ايه. هل يا جماعه يعني ده صح؟ يعني انت راجل مريض تسقط مرضك على الناس؟ وبعدين يا شريف يا مدكور، اولا في حاجه في المجتمعات اسمها الاداب العامه، وفي حاجه في المجتمعات اسمها الاخلاق المجتمعيه، بل ان في جريمه في القانون اسمها عدم الالتزام بالاداب العامه او خدش الاداب العامه. بل ان في القانون في افعال ممكن تعملها في مكان يبقى عادي جدا، تعملها في مكان تاني تغرم عليها. يعني انت لو في اسكندريه في الشط ده على ميامي ونزلت في الشارع وانت لابس مايو بس وتتجه للبحر وماشي في الشارع كده وتعدي الرصيف بس لابس مايو عادي، ما حدش يكلمك في حاجه. لكن لو لبست نفس المايو ورحت مشيت على كورنيش النيل تتحبس. دي انتهاك للاخلاق العامه والاداب العامه واداب المجتمع. فلا، في مش في حاجه اسمها الاداب العامه، وفي حاجه اسمها اخلاق المجتمع، وفي حاجه متقبله عند الناس وفي حاجه مش متقبله في اخلاقنا وفي عاداتنا. فاللي بيعملوه شريف مدكور ده يا جماعه هو وامثاله
مصممين يكملوا فيه، وانا مش عارف المسؤولين فين، ولكن ده بيسموه تخطي الهوية الجنسية، اللي هو ما عادش فيه لا هو ولا هي، مفيش راجل وست، خلاص كل واحد دي يلبس ده، الراجل يلبس جيبه اوكي، حلق مفيش مشكله. والموضوع اكبر من كده بكتير طبعا، مش موضوع مجرد لبس يعني، ده هما بيبداوا لنا باللبس عشان نتقبل القصه يعني، عشان يبقى الموضوع متقبل بالنسبه لنا، فيبداوا باللبس، ده يلبس حلق، ده يحط لي سلسله قد كده ولا كوليه في رقبته، ده يلبس غويشه في ايديه، وهتلاقيهم كلهم بيعملوا كده دلوقتي عشان الفكره العامه. الموضوع منتشر دوليا انه يعمل تخطي الهوية الجنسية. هل الناس اهالي الطلبة اللي في المدرسة دولت فاهمين اللي بيحصل ده؟ هل السيد وزير التربية والتعليم ده تربويا صح؟ اذا حضرتك يعني بتعرف تربويا صح ان انا اجيب ولاد من المدرسة واوقفهم كده واقول لهم الاسئلة دي، واقول لهم واكلمهم واناقشهم في الموضوع دوت بالطريقة دي؟ يعني السادة المسؤولين عن حقوق الطفل، هل يصح ان انا اطلع طفل واقعد اكلمه كده قدام الناس واقول له بيتريقوا عليك واصلا بيتريقوا عليا وشعرك يعني ده قاعد ينفع الكلام ده؟ يعني الناس اللي سايبين شريف مذكور شغال في الاعلام وسايبينه يعمل كده في التلفزيون رغم ان الحلقات دي بقت مسجله، ما عادش بيشتغل على الهوا يعني، مش بيفاجئ حد. انتوا فين؟ يعني الناس دي انتوا فعلا عايزينها كده؟ خلاص يعني المصريين او الاداره المصريه او المسؤولين عن الاعلام في مصر عايزينها كده؟ لو عايزينها كده خلاص قولوا لنا ما نتعبش قلبنا يعني لازم حد يكون عنده دم شويه وعنده ضمير شويه ويتحرك. صباح الفل.